جايلنا ضيوف، فالضيوف جايين بصراحة بعد نص ساعة كلموني. انا عايزة اعمل حاجة كده لوك ميك اب، اللي هو نو ميك اب، ميك اب اكني مش حاطة حاجة واكني وشي كده رباني. فرطبت وشي وكنت عاملاه اجهز بتونر مية بشرتي ورد كده في الاول الاول. وبعد كده وتعالوا نعمل الميك اب ده. وانا بعد ما اخلص معاكم الميك اب هقوم بقى اعمل عصير مانجا. هو بصراحة لسه في التلاجة يفوق، محتاج في الفريزر يعني محتاج يفوق، بس انا مش هطلعه، انا هعمل وشي اهم حاجة. وبعد كده نشوف العصير عشان ناخد اللي احنا عايزينه، عشان احنا مستعجلين. نص ساعة والناس يجوا، الناس يجوا يقولوا علينا ايه، وشنا مأكسد. العصاير والحاجات دي بيني وبينكم ممكن تتعمل والناس قاعدة، لكن البشرة مش هينفع تتعمل والناس قاعدة. ال ال الكونسيلر، الفول كفرج. يا جماعة لو انت عندك هالات سودا لازم تكنسلي الهالات الاول تحته. وانا هنا هعمل عين من غير ما كنسل وعين بكنسليشن. العين اللي بكنسليشن، بصوا، شي جلام اخترعت دلوقتي، او هي بصراحه يمكن عندها من زمان وانا لسه عارفه يعني، او براندات قصدي تانية عندها من زمان وانا لسه عارفه، باودر وكونسيلر بينك. ودي كانت بصراحه حاجه يعني بالنسبه لي متخلفه، لكن بعد ما شفت الايفكت بتاعها على البلوجر او في الفيديوهات يعني بتاعتهم خطيره. الكوريكتور بقى او الكانسليشن، عشان في واحده طلعت قالت لي ما اسمهاش بنكنسل الحالات، اسمها كوريكتنج، ونعمل بيها كنسله الهالات. بيخلي اكنكم حاطين كونسيلر بينك، فاهمين؟ اهو، فمش بيدي بقى اللون الرمادي اللي هو اكنك ايه تحت الكونسيلر هالات. انتوا فاهميني صح؟ عايزه وشي يبقى مركز كده، اكون عايزه اضحك لكم كده، وانا اعملها ازاي اضحك وانا بفرد؟ حاسس ان انا عبيط سيكا. نبلند بلند 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 بلند. وعايزه اقول لكم ان البلندنج طلع حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان هو لازم يتعمل بلند مظبوط. عشان المهم احنا هنعمل هنا على الحبايه دي، نقابلهم باحسن منظر واحسن هيئه. هو اصلا عايزه اقول لكم على حاجه كده، بلند 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 بلند. نجيب بقى كده كده دي فيها حاجات من انهي ناحيه معنينا. ممكن ايه ندي بلندايه للنوزه كده. بص بقى. فين البالت اول. نثبت باودر باف. يا مليكه، هي اللي بتلعب بيها. بصوا انا باخد شويه من الباودر باف بتبقى كده، ده المنظر ده لا يسر العدو ولا حبيب. فاحنا لازم ننفض نعملها في الدوريات دي كده بحيث تقل، وبعد كده انفضها على ايدي، وبعد كده ابدا اثبت بقى. في دبانه انا مع الدبان اللي هو الشتوي اللزقه ده، خرب بيته بجد. بحاول اعمل عيني دي اخر حاجه عشان تبقى مظبوطه اكتر، متبقاش ايه. اه، بسرعه بسرعه هواجبنا. نكبرها كده ونحسس الناس ان هي تقيله وعريضه، وان هي اصلا خفيفه وفاضيه. بعد ما بنطلعها كلها لفوق بنيجي على الحته دي نسحب، وبعد كده هنمشي عليها باودر الحواجب. مستعجل. ده كنت هقول كونتور البلاشر بتاع شي جلام، اللون المفضل ليا. شايفين اللون المشمشي الاورنج ده، المقرنش ده، على رأيي اللي بيقولوا ده لون رائع بالنسبه لي، رائع. هنعمل بيه كونتور. جماعه تسلم ايد اللي اخترع البتاع ده من شي جلام، الحقيقه يعني تسلم ايده. ما تنسوش تطلعوا البلاشر اللي فوق كده عشان بيخليكوا مسحوبين كده، عارفين. هنعمل بيها هنا بايدينا بقى، بايدينا عشان خاطر الناس. انا شايفه مسج واتساب جاتلي من فوق كده،
ان هو احنا نازلين من البيت. انتوا نازلين منين يا عينيا؟ نفسي احط حاجه زرقاء. اعمل ايه؟ بصوا احنا اتفقنا ان احنا بنجيب الاسود في اللون اللي احنا عايزينه، في اللون الافتح منه، فهنحط اسود في ازرق غامق في ازرق جليتر، وفوق هنا ازرق فاتح. اللي انا بعمله ده يا جماعه من وحي خيال المؤلف، لا يمت للواقع بصله. فين الفرشه اهي لازقه هنا. بصوا هنحاول نحط افتح لون اللي هو ده. انا مش عارفه اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، بس احنا هنحاول نحطه هنا كده. شايفين اللون؟ اوكي ايه بتاع التحديد يعني، ونحط اللون ده. هو مش ازرق غامق، بس هو اغمق حاجه عندي. هنحطه في النص. اوكي ونفرشه فرشه حلوه كده. هنحط في كل خطوه هنا، هحطها هنا عشان خاطر ممكن في الاخر ننسى الخطوات اترتبت ازاي، فما بقاش تهت. ممكن بقى ايه بالفلافي براش دي ونعمل كده اللي هو ايه. اه انا حاسه ليه ان انا متفائله. انتوا حاسين ايه؟ المبططه دي هنعمل بيها الحواجب الاول عشان خاطر اللون الاسود ما يثبتش فيها. هنعمل باللون البني اغمق حاجه ده الحواجب. شعريه شعريه ابني بقى فراغاتك يعني ارسمي. انا بحب الرسمه اللي قدام تبقى اكنها فاضيه اكنها فاضيه شويه، بس في نفس الوقت مرسومه. يعني انا برسم من تحت ومن فوق حدود ال الحواجب. بعد كده اعمل فراغات في النص. فاهمين انا قصدي ايه صح؟ ولا كده؟ هنا هنيجي من ورا شويه. خلينا متفقين ان العين دي هتبقى احلى بالحاجب ده. ايوه هو ده اللي انا بقول عليه بصراحه. تقريبا انا مش شايفه كويس الناحيه دي. اه شايفين بقى الفرق ده بيرفكتو ده. ونحاول ايه نرسم عشان تبقى مظبوطه اكتر. هو ده حلو ده. انا عايزه ارسم بس الحته اللي قدام. ايوه ايوه. نيجي من هنا كده ما ترسموش من قدام قوي. بس كده خلاص. نجيب بقى نفس الفرشه دي وناخد اللون الاسود اللي هيحصل ده. يعني اللي هيحصل ده مش اصحاب القلوب الضعيفه، اللي بيخاف يطلع بره. بصوا بقى احنا هنحط كل ده اسود بس بالراحه مش غشوميه. ايه يا جماعه، هي هتنجح ولا ايه؟ شكلها هتنجح. استنوا مش عايزين نستعجل. مش عايزين. انا حطيت ايه فوق جسمي ده؟ اه نجيب الاسود ده ونملى بقى. نملى التحديد اللي احنا حددناه. نملى. يعني دي جزات الواحد ان هو بيفتح شباك يهوي الشقه. الدبان يقرفوا كده بالطريقه دي. انا يا جماعه حبيت. انا حاسه ان انا فاضل لي تكه والدنيا تبقى مظبوطه. هو هنا جلت مني هنظبطها. هنبدا بقى ايه نبلند كتير لحد ما ندخل الالوان في بعضها. نيجي كده ناحيه اللون الازرق السيكا. ايوه وهنا نيجي ناحيه اللون الازرق سيكا. قالوا معاه قمر شمر. هو بترولي على ازرق كده نفس الدرجه دي اللي انا فاكراها اللي انا كنت فاكراها. وانا هحطه قدام هنا كده. الله يا جماعه. الله حلو. استنوا احنا محتاجين نظبط الاطراف اللي هو الغامق ده ونعمله تحت العين. انا شايفه ان احنا نعمله على خط الرمش. نوصله بس بالايه بال الله الله
الواحد جرأته في التجربه بتفتح له افاق لا يمكن تتخيلوا ان هي تتفتح. الاول دي منديه، ممكن اخاف بس اعق استر يا رب. ممكن فاهمين كونسيلر تحت كده، كونسيلر هنا. بص الحركه دي، بحط كونسيلر هنا. استنى، صراع رائع، اختراعات البشريه. اها، استنى بقى. المنظر ده فري، بس احنا مش هنثبت على كده، احنا هنبلند كده. نحاول من بعيد الخطوه دي المفروض من قبل، بس احنا احنا عايزين البلند هنا. في حاجه بتتكسر بره، احنا كلنا عارفين ايه هي الحاجات، بس احنا مش هينفع نقول. هنحط كوت، او هنحط 4 كوت عشان خاطر الرموش، ونسيت برضه جلود رموش. ما علينا. ما علينا، وحشه نبقى نشيلها في المونتاج. امال هم عاملين المونتاج ليه؟ عشان نداري بيه. انا نسيت احط سحبة لاينر كده. نكمل بقى الماسكارا او ليب لاينر يعني. متنسوش تمروا الحته دي كده، وتعملوا له بلند كده على الكيك لجوه. وبرضه نعمل هذه الحركه الاولى، مش هو ده اللون الطبيعي، انا بس حبيت احطه تحت اللون اللي هو الكشمير او النود ده من مايت سينما، عشان لا مش الحركه دي الحركه اللي قبل الاخيره. الكشمير ده اللي هو ايه، حطه برضه على فوق عشان ريحته يا جماعه، ريحته جميله، ريحته بونبوني قوي، مش عايز يتاكل. هنا كده، هنا. انا لسه عايزه اعمل عصير مانجا، ولسه هطلعها تفك الفريزر. هذا رايي اللبنانيين. ننور. وده بعد ما حطينا تاني كوت على عينينا، بس للاسف حطينا كوت تالت على النوزة. يا جماعه معانا الفاينل لوك، بالله قولوا لي ايه النتيجه، بالله قولوا لي رايكم، وهل في تطور للافضل بكتير قوي ولا لا، عشان انا كده هزعل. يا خرابي